عسلامة، ان شاء الله نهاركم زين. اليوم حبيت نشارك معاكم طريقتي في تحضير يويو. لهنا خديت بيضتين باش نحلهم بالباهي ونصب عليهم كيس سكر فاني باش نصب زاد السكر العادي ونحل. لازم يتخلط بالباهي باش ما يبقاش حبيبات، لهنا لازمك تخلطوا بالباهي. لهنا خذيت الزيت كيف لازم تحلو مع البيض، وباش ناخذ زاد الحليب. لهنا خذيت الزيت متاع القارص راوي يفوح على الاخر وينحي ريحه البيض، ما كنت تعرفوا ريحه البيض تبدا هكا خايبه شوي. لهنا صبيت هكا نكته صغيره عطرشيه وشويه سيترون، وباش نبدا نصب في الفرينه بشويه. هنا باش نصب شويه فرينه ومن بعد نحط كيس خميره مرطبات ونحرك بالباهي. وباش نبدا نصب في الفرينه بشوي بشوي لين يتلم لي الخليط. راه ما يلزموش يكون يتلصق في اليد وما يلزموش يكون يابس برشا، لازم يكون هكا معتدل هاكا كيما قاعدين تشوفوا. تبدو تصبوا في الفرينه بشوي بشوي تلموا بيديكم، ما تعجنوهاش باش هكا يجيكم القوام نتاعها سمحري، ما يتعجنش اليويو يجي يتلم كهو. لهنا هاكا باش نخلي العجينه نتاعي ارتاحت 10 دقائق باش نحلها ونبدا نشكل في الكعيبات نتاعي. لهنا الحقيقه ما عنديش القالب اللي باش نشكل به الكعبات، ضاع لي. استعنت بالكاس، ما يهمش هو في التشكيل، المهم الكعيبات نتاعي يجوا بنان وكل الباقي الكل ما يهمش. هاكا كيما قاعدين تشوفوا باش نحلهم الكل نفس الطريقه ونشكل الكعيبات نتاعي وباش نحطهم يطيبوا. النار لازم ما لازمهاش تكون عاليه برشا ولا ما لازمهاش تكون منخفضه على الاخر، لازمها تكون معتدله باش اليويو متاعكم يجي بنين، يعني مش محروق ومش ني من داخل، لازمها تكون معتدله النار. لهنا هاكا كملت شكلت الكعبات متاعي باش نحطهم يتقلوا هاكم كيما قاعدين تشوفوا. معناها ما شاء الله جاو، يعني لازمهم يكونوا كيف هكا بالقوام هذا ما شاء الله. كيما قاعدين تشوفوا الكعيبات نتاعي حاضر وشحرتهم، جاو بسم الله ما شاء الله. نودكم ومن شهيكم، وان شاء الله تجربوها الوصفة وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. وما تنسوش باش تعملوا لايك واشتراك للقناة متاعي، وكا ان شاء الله نهاركم زين.